يا اختي يا اختي يا حلوه يا اختي. انا قطعتها بس هي صح كده. كده. ايه القمر ده بجد يعني، ايه الحلاوه دي. انا كنت بعرفكم من شويه على الاستاذ ده وانا سميته الاستاذ صالح. لا بلاش صالح. ده في جبنه قديمه وعيش وعيش. ملدن واكله فلاحي فلاحي يعني. عيش ملدن بقى ناشف، اوعى اكله فلاحي من الدرجه الاولى. يا كلام اقوله بجد يعني. بصوا الجمال. اقول مساء الخير ولا صباح الخير ولا ازيكم عاملين ايه. وحشتوني جدا جدا جدا، ولقاء جديد من محافظه المنوفيه بمنوف. من عند مين؟ من عند ليلى. واخيرا السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا اول مره اطلع معاها على القناه دي، بس القناه القديمه كنا مع بعض على طول. القناه القديمه كنا بس انت معايا. دي يا جماعه بقى انتوا بتشوفوا في الفيديوهات اللي فيديوهات. بتنزل دي انا وليلى. ماشي. فدي صاحبتي واختي وحبيبتي وكل حاجه بجد. والمكان اللي بدات معاها فيه. وده المكان اللي بدأنا فيه بجد. يوميات ليلى بنت الريف. يوميات ليلى بنت الريف. ادخلوا عندها تفاح وخوخ وكل ما تشتهي الانفس. وهنعمل قعده حلوه دلوقتي وهنشرب شاي وهناكل هنعمل راكيه بقى. قعده فلاحي يا بنتي جميله. اميره، قلت لك تعالي معايا يا بنتي يا امير. كنت هاتي اميره معاكي يا بنتي. المره هيفوتك الجايه يوم بقى، والله العظيم يوم جميل. بصي هننزل دلوقتي نجيب خاص خاص وهولع لها راكيه وهنعمل الشاي على الراكيه. المكان تحفه بجد، وما ينفعش ان احنا بقى يعني نبقى قاعدين كده ان شاء الله هعيشها يوم بروايح، صحيح بروايح الزمن الجميل باذن الله. شاء باذن الله. يلا بقى بينا. وعلى فكره في هنا منحل اهو، عسل، منحل عسل ابيض. منحل صغير. انا مش راضيه اكشف البتاع عشان الاحسن. يوميات ليلى بنت الريف. يعني يوميات ليلى بنت الريف بجد. يعني اختي وحبيبتي. ايوه دي قناه ليلى يا جماعه. يعني ايه بقى يوميات ليلى بنت الريف؟ يعني زي ما انتم شايفين كده، البصل الاخضر والفول الاخضر والعصفر والبدنجان والخس والحاجات الحلوه اللي احنا دلوقتي هنجيبها. وريهم يا ليلى بقى ايه ده. وريهم. تعالوا كده. بصوا يا جماعه ده بس هو لسه صغير بقى. دي بدنجان اهو، ده بدنجان، دي شجره بدنجان اسمر. وفي هنا بدنجان، في شطه برده اهي. كل ده هنوريه لكم برده لما يطرح ان شاء الله. ما شاء الله. وبصل، ده بصل، وده الخس بس دقه بقى. تعالي يا شيماء هاتي قطعي انت بقى خس. تعالوا يلا. يا اختي يا اختي يا حلوه يا اختي. انا قطعتها بس هي صح كده. مش مشكله. معلش انا هي فيها صغير بس مش مشكله، خلاص خليها. ما عرفتش بقى. هات لنا بقى واحدتين كمان عشان نعرف ناكل. بصي في هناك اهو. هتفقد يا عدي جماعه. خش. هدخل. يلا بينا بقى نطلع. ليلى فرشنا الحصيره وهتعمل لنا شاي. وايه تاني يا ليلى؟ وفي جبنه قديمه. ده في جبنه قديمه وعيش وعيش. ملدن واكله فلاحي فلاحي يعني. عيش ملدن بقى ناشف، اوعى اكله فلاحي من الدرجه الاولى يعني. على فكره هي ليلى عارفه انا بحب ايه، فهي يعني عامله لي الحاجات اللي انا بحبها. على فكره هي لسه قايله لي امبارح، لو قالت لي قبلها والله كنت جهزت لها احلى من كده. ده انا بس كفايه اني شفتك وكفايه اني اشم ريحه التراب والارض والحاجات هي الحلوه روحها دي. في الزرع، روحها في الارض، روحها في الخضره. فعلا والله العظيم. انا كنت بعرفكم من شويه على الاستاذ ده وانا سميته الاستاذ صالح. لا بلاش صالح، خليه مغوري. حموكش او حموكشه. مغوري حلو. خلاص خليه الاستاذ مغوري. هو طيب جدا، بس مامته عماله بتنادي عليه. امه عماله ماء ماء ماء. سبحان الله عايزاه. سبحان الله بجد يعني. اصل اخته هناك، فانا عايزاكم على فكره يا شيماء، انا كنت بتكلم في التليفون والله العظيم بالصدفه، وجيت لقيته واقع في الارض بالكيس بتاعه بالميه. يا نهار والله. ابيض. بس رجله مكسوره يا عيني. بصي ما كانش بيتنفس. قعدت اعمل له، شفتي الاطفال؟ اه اعمل له في بقه كده والله، واعمل له على قلبه كده لحد ما يتنفس. يا سبحان الله. هو طيب جدا على فكره، وانسان خلوق. ما عملش معايا اي حاجه. ماشي كفايه اهو. استني بقى. هاتي دول يا لك الدنيا يا جماعه. بصوا ثم اقرب لكم بس ركله النار اتقالت. بصوا الجبنه القديمه عامله ازاي. شايفين المنظر؟ انا مش لاقيه كلام اقوله بجد يعني. بصوا الجمال وركله النار والحاجات الحلوه. وليلى بتولع لنا النار اهو، وجايبه لنا خاص من الغيط. انتوا شفتونا بقى واحنا بنجيب الخاص يعني. ايه القمر ده بجد يعني، ايه الحلاوه دي.
ينفع في العصاية. تصدير هيبوظ. حط بقى يا شيماء حط. كلمك خروف صاحبك اهو. تعيش وبتاكل. هنحرق منك. هنحرق هادية. تعيش وبتاكل. هنحرق منك. هنحرق هادية. انا بعت بس بقى ما تولعلناش العصاية بقى اللي بنشوف ايه. ينفع في العصاية. تصدير هيبوظ.